هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم عندنا طريقة عمل طلاء السيراميك او البلاط مثل ما تشوفون قدامكم. حابين نغير هذا اللون. طبعا اشتغلنا شغل على السيراميك صبغ اللي هو من شركة دهانات الجزيرة السعودي مثل ما تشوفون قدامكم. الجزيرة جلوري هو قابل للغسيل. شوفوا قدامكم شباب، هذا الصبغ اللي هو وصل جديد اللي وصل لشركة دهانات الجزيرة السعودي فرع رمادي. يعني هذا آخر إصدار نزل أو آخر صيحات الصبغ اللي نزلت ما شاء الله، يعني صبغ عالي جدا. بلشنا أسسنا به طبعا سيراميك وقابل للغسيل. أسسنا جوا السي برايم أساس شفاف اللي هو أيضا الجزيرة سي برايم أساس شفاف. وبعد الأساس هذا أسسنا الجزيرة جلوري مثل ما تشوفون قدامكم شباب. هذا الجزيرة جلوري صبغ عالي، يعني عالي للتغطية وعالي الجودة. أسسنا هذا السيراميك مثل ما تلاحظون قدامكم شباب. وبعدين جبنا مادة سيلفرية اشتغلناها على السيراميك بعد ما كملنا صبغ الأساس الأول، والختام هو الوجه الثاني، وهذا الثالث وجهين انطينا من هذا اللون السيلفر اللي هو نوكستان. وشوفوا شباب قدامكم، شوفوا النتيجة مالته ما شاء الله كلش حلوة. هذا هو من شركة ليدز الإيطالية. تلاحظون شباب شكل المطبخ شلون طلع كلش حلو مرتب ما شاء الله. طبعا الزبون طلب من عندنا بس نغير اللون، ما راد لا طلس ينطلس معجون ولا أي شي، فقط نغير اللون. وشوف هاي النتيجة مالته قدامكم ما شاء الله، يعني شي مرتب صراحة طلع، وشي يفتح الوجه الصراحة. يعني السيراميك طلع كله لون سيلفري وما بيه أي مشكلة ولا عيب، وحتى قابل للغسيل. لاحظوا قدامكم شباب. إن شاء الله عجبكم الفيديو. تحياتي لكم، أخوكم محمد دليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفعلون زر الجرس، تشتركون بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. تحياتي لكم.